في القرن ال 23 الارض كانت تحت حكم منظمات عسكريه، وعلشان تبقى مواطن ليك حقوقك زي التصويت وتكوين اسره كان لازم تدخل الجيش. في نفس الوقت قدر البشر انهم يسافروا الفضاء واكتشفوا نوع من الحشرات الفضائيه على كوكب كلينداسو، ومن وقتها والبشر والحشرات في حرب على المناطق. والمنظمات العسكريه كانت بتعمل اعلانات علشان تشجع الناس انهم ينضموا للجيش علشان مستقبل البشريه. الفيديوهات دي بتكون عن الجنود وهم في المعركه بيطاردوا الحشرات بكل اسلحتهم ومهارتهم، لكن لما الحشرات كانت بتهجم عليهم الاعلان كان بيتقطع. وعلى كوكب الارض الاستاذ جين كان بيشرح للطلاب عن تاريخ العالم واهميه الجيش. ريكو واحد من الطلاب كان مهتم اكتر انه يبعت رسومات لصديقته كارمن. لما ساله جين سؤال ريكو قدر يجاوب صح، لكن جين زعق له لانه كان بيحفظ المعلومه من غير ما يفهمها. بعد ما الدرس خلص ريكو وكارمن راحوا يشوفوا نتيجه الامتحان. كارمن كانت ناجحه لانها كانت بتذاكر علشان تدخل اكاديميه الاسطول اللي كانت بتحلم بيها. ريكو لما شاف نتيجته كان جايب 35%، بس كارل صاحبه ضحك عليه وعمل النتيجه على الشاشه علشان يشوفها كل الناس. سالوا كارل بعد كده عن كارمن وفكروا ان ديزي بتحبه، بس ريكو قال له انه بيحب كارمن. بعد كده بيروحوا لدرس تاني بيتدربوا فيه ازاي يشرحوا كائن